3 سنين معرسة ما جبناش صغار، فكرنا نهار باش نمشيو للطبيب، مشينا حسيو للطب الكل فيهم معناها الطبيب هذايا ركز معانا قالنا تمشوا تعملوا تحليل. مشينا عملنا تحليل نلقى راجلي هو ضعيف. المرة الأولى مشينا عملنا نلقاها 27 ورجعت لها هزتلها تحليل، قالت لي تاخذي الجاميديكس هذايا. خذيت الجاميديكس راجلي يتيح 18، زدت رجعت لها مرة أخرى زدت عطتني دواء جاميديكس مرة أخرى يتيح 11.9 جملة. قالت لي معناها هذا حكايته فارغة، وإذا كان عندك حاجة تنجم تمشي تعمل الأنبوب، معناها ما تفكرش اللي هو عنده أمل نهار آخر. نهار قاعدين نسهروا هكايا في الجنوبية، تفرجنا على الجنوبية في سي كمال المغربي. يكا وشدينا صيحة أنا باش نلوجوا عليه ونجيوه. جينا تبارك الله عطاني دواء أقل من جمعتين أنا وراجلي يطلع الدوبل، ولد 22.87، معناها حاجة ما كانتش على البال، وأصلا احنا أيسنا معناها 11.9 معناها مستحيل. وبدينا نخمو في الأنبوب. كي جيت معناها السي كمال المغربي رجعنا لململول جديد، معناها حاجة معزة معناها ما كانتش على البال أصلا. كي مشيت نلقى 22.87 نرعش وما نجمش نكلم راجلي اللي روحت معناها روحت، وبقيت هكا باش نرتاح ونشرب شربة ماء وباش نهز التليفون ونقول له هاك وهاك. هو بيدو نهارتها روح من الخدمة ما كملش الخدمة ماهوش مصدق. جيت في أقرب وقت ممكن رجعت له معناها وريته تحليل ويرحم والديه وربي يطول في عمره. بالنسبة للتحليل اللي عملته بتاع 11% هذا معناها فقدني الأمل واحد، ومن بعد كي حسب معناها وصلت معناها باش نعمل بالأنبوب معناها فهمتني. ومن بعد كي تفرجت في سي كاميل الله يرحم والديه وربي يفضله لينا معناها حسيت بروحي معناها رجعت فيها الروح، معناها قلت هذا لازمني نمشي له ونشوفه معاه. كي جيته معناها وحكيت له الحكاية الحق يرحم والديه أعطاني دواء، وفي مدة أقل من 15 يوم 12 يوم معناها رجع فيه الروح ورجع فيه الأمل. معناها مشيت كملت الدواء اللي عطولي الأعشاب هذه اللي كليتها. مشيت من بعد عملت التحليل نتاعي لقيته طلع 22.87، معناها فرحت من غير ما نشعر يعني. ويرحم والديه مرفوق وربي يفضله لنا، وهو اللي عطاني الأمل تو معناها اللي أنا باش نولي معناها أبوه معناها نهار آخر. ذا التحليل اللي عملته 11.9، وذايا التحليل الثاني بعد ما كليت العشيبة نتاعو هو تاع سي كامل المغربي طلع لي التحليل 22.87. وديما نعاود ونقول يرحم والديه وربي يخليه لنا.